أهلا أهلا بحبايبي الجميلات. أنا اتسألت إيه سر طبخات نعناع اللي بختارها لكم. طبعا غير إني بختار وصفات ممكن تكون جديدة عليكم، إلا إني بدور في الوصفات دي على العناصر الغذائية وكمياتها اللي الحامل محتاجة تاخدها كل يوم، وده اللي جاي أكلمكم عنه النهاردة، أكلكم اليومي في الحمل. انتي كحامل محتاجة كل يوم تاكلي 5 حصص من الخضار أو الفاكهة. الحصة الواحدة قد تقريبا تفاحة متوسطة، يعني حوالي 150 جرام، وبكده تاخدي احتياجاتك من الفيتامينات المختلفة. طبعا في ستات هتقولي ازاي ألم 5 أصناف أو حصص من الخضار أو الفاكهة في اليوم، ده كتير قوي. هقولك لأ، طبق السلطة فيه خياراية وطماطمياية وشوية خس، أدينا لمينا صنفين أو 3. كوباية عصير على الصبح وتفاحة تحلي بيها في أي وقت، أدي صنفين تانيين. المهم إنك تكملي ال5 حصص في اليوم. تلت أكلك لازم يكون نشويات، بس إحنا بنحب النشويات بطيئة الامتصاص، يعني البطاطا والقرع العسلي بدل البطاطس، الفريك والقمح أحسن من الرز، البقول زي الفول والعدس واللوبيا والحمص نشوياتها برضو بطيئة الامتصاص، بس كمان فيها بروتين مفيد. المشكلة إن إحنا كمصريين بنحب نسبك الأكل وبنبوظه، يعني مثلا طبق اللوبيا الحلو ده نقوم حاطين عليه طشة، أو طبق العدس المغروف نحط عليه معلقة سمن. بلاش كده أحسن. البروتين لو لحمة حمراء محتاجة منه حوالي 70 جرام، ولو سمك 150 جرام، وده طبعا مرتين في الأسبوع. باقي الأسبوع ممكن فراخ أو بقول عادي، بس السمك مهم قوي عشان الدهون اللي فيه صحية، بالذات الأوميجا 3، ودي اللي بتساعد على نمو مخ البيبي. الدهون الصحية دي برضو موجودة في زيت الزيتون والمكسرات واللب، يمكن في المكسرات أكتر شوية، بس تخلي بالك إن الدهون دي برضو بتزود في الوزن، وعشان كده مش بنكتر في السمك ولا أكتر من كبشة مكسرات. طبعا لازم ما ننساش اللبن ومشتقاته، وده المفروض يكون في حدود 3 حصص في اليوم، يعني مثلا 200 ملي حليب، 250 جرام زبادي، شوية جبن. دول فيهم الكالسيوم اللي انت محتاجاه، واللي أفيد من إنك تاخديه حبوب أو مكملات. طب فين بقى الحلويات من الكلام ده؟ فين الشوكولاتة والجاتوه؟ ده بقى وقت الدلع، وده ممكن مرة في اليوم من غير ما تكتري ولا تقلي فيها، يعني تخططي لها مش عمال على بطال. مثلا النهاردة هتاكلي تويكس، يبقى صباع ليكي وصباع لجوزك عشان يبقى شاركك في الحمل، وبكده يبقى انت أكلتي أكل صحي واستفدتي انت والبيبي بالعناصر الغذائية اللي محتاجينها، وانت محافظة على صحتك ووزنك. مستنية أسئلتكم، واشوفكم المرة الجاية في طبخة نعناع.